بطولتك أن تخدم إنسان لا يملك أن يسألك سؤالا، لا يملك أن يسألك سؤالا. والله أيها الإخوة، كل واحد منا بإمكانه أن يكون شيئا مذكورا. أتقن عملك، طور مصلحتك، خفض السعر، انفع الأمة. أنت حينما تتقرب إلى الله بخدمة أمتك يرفعك الله إلى أعلى عليين. تقرب إلى الله بخدمة أمتك. زوج شاب، عندك بيت، أعطه لشاب مؤمن بأجر بس بتناسب مع دخله، 8000 دخله، أعطيها ب2000 بالشهر. يخطب فتاة، يتزوج، أنت ساهمت ببناء أسرة. في كلمة يقولها يعني أصحاب الديانات الأخرى: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. هذه كلمة السيد المسيح رائعة جدا. ما كل ربح يعد مالا. مرة أحد الإخوة الكرام عنده معمل، قال لي: ما عدت ربحت إطلاقا، قررت صفي الشركة. سألته: كم عامل عندك؟ قال لي: 80. قلت له: أنت فاتح 80 بيت، إذا كل بيت فيه 5 أشخاص بين زوج وزوجة و3 أولاد، 400 إنسان يأكل من هذا المعمل. قلت له: ألا تعتقد معي أن استمرار هذا المعمل هو أكبر ربح لك عند الله؟ لو ما ربحت، فاتح 80 بيت، هذا عمل عظيم، هيأت فرصة عمل. فأنت لما بتفكر بالآخر بتفكر بالفقير. النبي الكريم يقول: إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون بضعفائكم. هذا الفقير إذا أطعمته إن كان جاهلا، إن كان جائعا، كسوته إن كان عاريا، علمته إن كان جاهلا، آويته إن كان مشردا، أنصفته إن كان مظلوما، أغنيته إن كان فقيرا. الآن الله عز وجل بكافئك مكافأة من جنس عملك، ينصرك على من هو أقوى منك وأضعف منك. بإمكانك أن تسحقه، أن تهمله، أن تهمشه، أن تعاقبه، أن تفتري عليه. ضعيف. أحد أخواننا الأطباء يقول لي: أنا بذهب لمستشفى عامة، يعني كل المرضى فقراء جدا، ما بيقدر الواحد يتصل بإنسان فقير وضعيف. قال لي: أعاملهم وكأنهم في أرقى مستشفى في دمشق، بهتم بصحتهم، بالتحاليل، بالمرنان، بالتصوير. قال لي: أعيش في جنة، كأني بجنة. فقيرا ما له حدا. بطولتك أن تخدم إنسان لا يملك أن يسألك سؤالا، هذه البطولة. فأنت مشان تعرف حالك قريب من الله عز وجل قدمت خدمات لأفراد هذه الأمة، أمتنا، بلادنا. لما بتخرج من ذاتك لخدمة الآخر تكون عند الله كبير جدا. احمل هم أمتك،